اهلا بيكم في قناتي كروشيه وفينتيلز. النهارده هنعمل شنطه كروشيه بتتشال على الكتف بايد قصيره، شكلها شيك جدا وسهله قوي للمبتدئين. الشنطه دي تقدري تلبسيها في خروجاتك اليوميه مع لبس كاجوال في الجامعه او في النادي او حتى في خروجات بعد الظهر، وكمان ينفع تعمليها هديه هاند ميد قيمه جدا وشيك جدا. في الشنطه دي انا استخدمت خيط قطن متوسط السمك اللي هو بيبقى عامل زي حبل القطن الرفيع. ميزة الخيط ده انه بيخلي الشنطة متينة جدا، ماسكة نفسها، تفضل محافظة على شكلها وينفع تقف لوحدها. استخدمت كمان ابرة كروشيه مقاس 3، واستخدمت مقص وابرة تنظيف وحلقات بتاعة ايدين الشنطة، حلقات المعدن. طبعا ينفع تجيبي لون ذهبي او فضي حسب ما بتفضلي. هنبتدي الشنطة باننا نعمل القاعدة بتاعة الشنطة بتاعتنا هتكون دائرية، فهنبتدي نعمل الحلقة السحرية بتاعتنا وهنطلع ارتفاع ب5 سلاسل. 5 سلاسل دول بيتحسبوا عمود بلفتين معهم سلسلتين. بعد ما عملنا ال5 سلاسل هنبتدي نعمل عمود بلفة وسلسلتين، ونكرر المجموعة دي 5 مرات، فهيبقى في الآخر معانا هيتحسبوا 6 عمود بلفة و6 سلسلتين. طبعا عشان الإبرة مقاس 3، المقاس ده صغير بالنسبة للخيط، ففي البداية هتلاقي الشغل صعب شوية بيها وتحتاجي تشديها شوية، بس مع شغل سطرين 3 هتتعودي عليها وهتبقى أسهل، والنتيجة مستاهلة التعب عشان الشنطة ما تبقاش طرية وتبقى محافظة على شكلها. بعد كده هنشد الحلقة بتاعتنا كويس جدا، ما نسيبش فيها فراغ خالص في النص، ونقفل الدايرة، نقفل السطر بتاعنا بمنزلقة في تالت غرزة من ال5 سلاسل اللي عملناهم في الأول. الأسهل إن احنا نبدأ دايما أي سطر جديد من الفراغ، فهنعمل منزلقة كمان جوه الفراغ ونبدأ من الفراغ السطر التاني. في السطر التاني بنبدأ ب3 السلاسل ودول بيتحسبوا عمود بلفة، وبنعمل معاه غرزتين كمان عمود بلفة، وبعدهم بنعمل سلسلة. هنكرر المجموعة دي في كل فراغ، يعني في كل فراغ 3 عمود بلفة بعدهم سلسلة، ونقفل السطر بغرزة منزلقة. السطر الثالث هنبدأ ب3 سلاسل بيتحسبوا عمود بلفة، ونعمل عمود تاني وبعدين سلسلة وعمودين بلفة. المجموعة كده بقت عبارة عن في كل فراغ 2 عمود بلفة سلسلة، 2 عمود بلفة، وبعد كل مجموعة بنعمل سلسلتين. هنكرر المجموعات ووراها سلسلتين 5 مرات كمان، فيبقى الإجمالي عندنا 6 مجموعات و6 فراغ سلسلتين. آخر سلسلتين في السطر ده مش هنعملهم، هنعمل بدلهم سلسلة وغرزة نص عمود، وبكده بيبقى عملنا فراغ، كوننا فراغ وبقينا واقفين في نص الفراغ، فنبتدي السطر بتاعنا من نص الفراغ. السطر اللي بعده هنعمله من غير زيادات، يعني 3 عواميد
سلسلة 3 عواميد. بعد ما نقفل السطر هنكرر آخر سطرين، اللي هو السطر اللي فيه تزايد والسطر اللي ما فيهوش تزايد، هنكررهم مرتين كمان. بعد ما نخلص السطور اللي احنا كررناها هناخد السطر اللي ما فيهوش تزايد اللي بيتكون من 3 عواميد سلسلة 3 عواميد سلسلة، وهنعمله مرتين كمان. بعد كده هنعمل آخر سطر فيه تزايد معانا، وده آخر سطر فيه القاعدة بتاعة الشنطة. سطر التزايد اللي هو فيه 2 عمود سلسلة 2 عمود سلسلتين في كل فراغ طبعا. كده القاعدة بتاعة الشنطة بقت جاهزة، ودي طبعا قاعدة دائرية ما فيهاش أي زوايا حادة. لو حابين الشنطة يبقى حجمها أكبر بنكبر حجم القاعدة، لكن أنا شايفة إن المقاس ده مناسب بالنسبة للموديل اللي أنا بعمله وبالنسبة لطول إيد الشنطة اللي هي إيد قصيرة. هنبدأ نعمل جسم الشنطة، وهو بيتكون بمنتهى البساطة من السطر اللي فيه غرزة الجراني اللي هي 3 عواميد بلفة وراهم سلسلة في كل الأسطر بتاعة جسم الشنطة. هنكرر السطر ده 20 دور لحد ما يتكون معانا جسم الشنطة. طبعا تقدروا تعملوا الشنطة أطول أو أقصر حسب ما تحبوا، وطبعا لو هي حجمها القاعدة بتاعتها أكبر يبقى الأدوار هتبقى تعلى أكتر، هي نسبة وتناسب. بكده بيكون جسم الشنطة جاهز معانا. طبعا شكله شيك جدا ثابت، الشنطة بتقف مش طرية، ماسكة نفسها. دي أحسن حاجة في الموديل ده أو في الخيط ده تحديدا. علشان نخلي الحافة بتاعت الشنطة من فوق مترتبة ومتساوية هنعمل سطر غرزة حشو في كل غرزة من الغرز. نخلص سطر غرزة الحشو هنعمل سطر كمان غرزة منزلقة في كل غرزة. بكده الأطراف بتاعت الشنطة من فوق الحافة بتاعتها بتبقى شكلها نظيف جدا، وبتبقى كمان مش طرية، بتبقى ثابتة. بعد ما نخلص هنقص الخيط ونعمل غرزة مخفية ونخيط الأطراف بتاعة الخيط في ظهر الشنطة. آخر حاجة في الشنطة عشان نحط لمسة جمالية، عملت سطر من غرزة السلسلة السطحية. الغرزة دي بتستخدم في التطريز عموما. أنا اخترت لون قوي علشان يبقى عامل كونتراست مع لون الشنطة.
بكده نكون خلصنا جسم الشنطة. في الجزء التاني هنعمل الايد، وهنعمل كمان تشارم او اكسسوار بميدالية للشنطة بيكمل التصميم. سهل جدا جدا جدا، اي حد لسه مبتدئ يقدر يعمله في منتهى السهولة وبخامات بسيطة جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. شكرا جدا لمتابعتكم، واستنوني في الجزء التاني.